السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم صابون تحفة ببلاش، يعني مش هيكلفك حاجة. لو عندك براوي صابون من اللي هي الصابون اللي بيبقى على الحوض، اللي هو بريحة، وبتجمعيها بيبقى معاكي حتت كده ناشفة مبتعرفيش تعملي فيها ايه، حوشيها هتعملي منه الصابون ده حاجة كده تحفة. انا بصراحة ما كانش عندي براوي صابون، بس الصابون ده انا عاملاه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو واقول لكم الطريقه بتاعته. على فكره الصابون اللي احنا هنعمله ده بيخلي الايد ناعمه جدا جدا. بصراحه اول ما استعملته حسيت ان انا ايديا مش محتاجه احط لها ولا كريم ولا اي حاجه. بصراحه هو عجبني جدا، عشان كده قلت ان انا لازم اعمله معاكم واقول لكم على الطريقه بتاعته. هنا كده انا خلصت بشر الصابون، هنزل عليه بحوالي من كوبايتين لتلاتة ميه بتغلي، واقلبه كويس جدا فيها بقى كده لحد ما كل قطع الصابون اللي فيه تبوش وما يبقاش فيها قطع، يبقى زيها زي المية بالظبط. طبعا انا عاملة الفيديو ده علشان احنا لسه مستمرين في حملة التوفير والتدبير، فعشان كده بنعمل حاجات سهلة وبسيطة وتقضي الغرض معانا وتنفعنا برضو في بيوتنا. هو الصابون ده انا كنت المفروض اسيبه لتاني يوم، بس انا استعجلت عليه عشان كان نفسي اعمله معاكم. هو المفروض يبقى اتقل من كده، انا عملته بعد ساعتين بس وطلع جميل برضه. معايا هنا بقى بولة كده هحط فيها 2 لتر من المية، وهنزل بالصابون بتاعي ده وهدوبه كويس فيها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. على فكرة انا لسه هزوده مية قبل ما اعبيه وهيعمل معايا كمية حلوة اوي. هنا كده انا ضفت معلقة سكر كبيرة ومعلقتين ملح، وهنا حوالي كده نص كوباية خل. بصوا بقى كده اللون بتاعه فرق خالص، فتح ازاي، هيبقى لونه بينك دلوقتي، هيبقى لونه تحفة. رغوته في المواعين مش عايزة اقول لكم قد ايه جميلة. يا رب تجربوه يعجبكم. المهم انا بقى من كتر ما حبيته انا بقيت بعمله على طول، انا كل يومين 3 كده بعمله. بصوا كده، بصوا الرغوة بتاعته لسه ما ضفتش المكون الاخير اللي هيظبطه بقى خالص يعني. انا هنا كده معايا نص كيلو صابون سايل من اي نوع انتي بتحبي تجيبيه، من صابون سايب، صابون جراكن، اي حاجة زي ما انتي عايزة. بس عايزة اقول لكم حاجة للامانة طبعا، علشان انا بحب يبقى فيه بيني وبينكم مصداقية. بصوا هو الصابون خفيف، مفهوش لزوجة الصابون ولا تقله، بس رغوته رهيبة. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وبعد كده بصوا عمل لي كل الكمية الجميلة دي. ان شاء الله تجربوه تقولي لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.